السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ذاكرة. الله يرحمه جدي، أنا كنت كلش لصيق بي. أنا مو أكبر أحفاده، بس أنا أجي ورا يعني المركز الثاني. ابن عمي كريم الله يرحمه هو الحفيد الأول من الأولاد، أنا الحفيد الثاني، بس أنا قريب إلى كلش. يعني حتى تعلمت ألف له جقاير وأنا بعدني الابتدائية. هو ما يشرب إلا جقاير لف، فوين ما يروح وين ما يجي أنا وياه. صارت الزيارة مال العاشر المحرم. عندنا رجال بالمنطقة، هو أصلا من باب الشيخ بس تزوج وقعد بالمنطقة. أبو فاروق ولده لحد الآن يعني متواصل وياهم أصدقائي، فاروق وعمر ومعتز، أصدقاء أعزاء. عنده سيارة، فقال نروح الكربلاء وبثواب الحسين. فجدي حضر نفسه، وأيام شتاء مو مدري ايش أيام صيف. فطبعا أنا سفرة وبيها جدي وبيها زيارة وين وياكم. راح جدي الله يرحمه يعني، وعمامي الله يرحمهم كلهم، والوالد الله يرحمه ويرحم موتاكم. صارت طلعتنا لأن هو تأخر ورا المغرب، يعني صارت ظلمة. شكو منها. يلا طلعنا بسيارته هذه مرسيدس عنشة. الطريق مو هذا الطريق الكربلاء. أولا السايد واحد، بعدين مو هذا واحد يطلع من هنا على السريع وما ادري. صارت عشرات الطرق تؤدي إلى كربلاء إلى أن تطلع من بغداد. تطلع من العلاوي، تطلع منها على العلاوي، على الزوراء، على الحارثية، ساحة النسور، للبياع، وتكمل قبل. والشارع كان سايد واحد. ورا البياع شولة، من أقول لك شولة ينقطع العمران حتى هناك. يعني يقول لك لازم إذا وجبت الصلاة وتريد تصلي صلي قصر. القد ما الموضوع ماكو. لا تقول لي ناحية الرشيد واليوسفية ما أدري شنو، هاي كلها شولة. توصل للمحمودية، المحمودية قرية، الله وكيلكم قرية، وماكو بيوت على الشارع العام، وتفرق نشوف بس الأضوية من بعيد. ما هو سايد واحد، والسيارة يعني سيارات قبل، مو هاي السيارات الحديثة. والله يرحمه جدي قاعد بالصدر، هو سايق قد يمشي، يمكن كان يمشي 60 لو 70، وجدي كل ساعة ما ديد عليه. ابوي لا تقلبها بينا على كيفك. ايوه 60 لو 70 شو قلبها بينا. اتصور اعتقد احنا طلعنا المحمودية، لان بالمحمودية وقفنا شربنا شاي، اكو قهوة مو موكب، يعني المواكب ما كانت بهاي الطريق. شربنا شاي وطلعنا من المحمودية. عرفت انهم يسولفوا هاي المحمودية وبيها بيت فلان الفلاني، وكون هسه نمر عليهم ولو هسه مدري، يعني من هاي السوالف. طلعنا المحمودية فترة عطلت السيارة، الدنيا ليل صارت، ليل عطلت. هسه احنا لا باقين بالمحمودية واحد يصلح لنا اياها لو بات لنا يم محد. السماء والطارق كل شيء ماكو. قوة وصلها ابو فاروق الله يرحمه، طبق على صفحة. حتى السيارات ماكو، قليلة جدا. وين وين تجي سيارة وباردة الدنيا. مدري منين طلعت سيارة، يعني تركتر طلع كأنما من العدم، حتى لايتات ما عده. وقف يمنا، والله السيارة عطلت. تخبيطة مال عنشة، يعني تقريبا أقل من 18 راكب هي. وهسه فتحوا المحرك مالت السيارة هذه. أنا ما أفتهم بالأعطال، وأنا اليوم كلش ما أفتهم بالسيارات، يعني دتشة بنك كلش ماكو. فقال والله هاي راد لها مصلح ولازم مدري شنو. شلون؟ قال يابا ترى بيتنا شمرة حصى وتتفضلون يمنا اليوم وانتم وين رايحين؟ والله رايحين نزور اليوم. يا اهلا وسهلا، يا حياهم الله، يا حياهم الله. تفضلوا 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 تفضلوا. ترى السيارة ما تفضل سالفتها للصبح، نشوف لها مصلح نروح نجيبه ونجي. منطقة ريفية يعني زراعية، بيوتها تنعد قليلة.
جينا احنا بنمشي، مشينا حوالي ربع ساعة ثلث ساعة، والله طبينا عليهم قلوف أبو 60. بيت فقير، بيت ريفي يعني، هو فوق. هو قبل ما نوصل البيت صح، أم فلان خطار خطار، هي هم المرأة الله خير، هلا بالخطار هلا بالخطار. طاب فرش مدري شنو، عندهم ديوانية، والله طبينا قعدنا، لا سألنا متعشين لا سألنا مبيدين، يعني جاي من بغداد انت وين تتعشى؟ والله سوت شاي، وقبل ما يسوون الشاي ويحطونه قال ترى عشاكم على النار يابا عشاء بدري. قال لا والله ما اعترهم الا التعشون. انا نقدر بعد نكذب؟ شو نقول له متعشين وين تعشينا؟ بس محرجين، وانا لازق هيك تحت العبايه مال المرحوم جدي. هو كل ساعه ويهلي، كل ساعه يا مرحبا، كل خطوه الف هلا مرحبتين. قام يسال، تدري الناس تريد تخلص الوقت، انتم منين ما ادري شنو. قال ترى انا من الشجيريه. يابا اهلا وسهلا ومرحبا، كثير الهلا. ابو البيت من الشجيريه، شجيري، يا مرحبا ما ادري شنو. والله جاب العشاء هلا الله قاسمه، وناس طابين عليك غفل، يعني قرصة الخبز نعمة فضيلة. حتى اتذكر المرة ورا فترة القت تنور، شو وقت عجنت، شو وقت اختمار، شو وقت ما ادري شنو، خبزت جابوا هالقاسمة الله، وسوالف وشاي وجقاير واستذكار وما ادري شنو. نمنا الصبح، انا قعدت يعني هم قاعدين وما ادري ايش، قعدت على طق 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 باستكاين الشاي يدخل. يا بالعدد فلان فلان ابو فاروق وين؟ قال راحوا جابوا مصلح ما ادري منين، وهسه قاعد يصلحون بالسياره. رجعوا الرجال قال يابا انتم ما تظلون على الغداء، ما لزمكم على الغداء. قلنا لا والله نريد احنا نلحق على الزياره. قال عندي طلب واحد، سيارتكم بها مجال اروح وياكم للزياره؟ انت صاحب فضل. قال والله انا اريد ازور، اني ما زاير قبل، وكنها صارت قضيه جيدكم سبب تاخذون وياكم. انت معذبني شلون ما ناخذك؟ المهم رحنا، وصلنا. اكثر واحد بينا بكى هذا الرجل، اكثر واحد بينا دعا هذا الرجل، اكثر واحد بينا كان مصدوم من المشهد. لان يمكن احنا بالاعتياد بالطبيعه محتاجين، بس هذا اللي اول مره يزور دهشه. وقلت له عم انت بعد ترجع ويانا؟ قال لا والله ما اعرف اسمه، انتم تبطون وانا وراي الحلال وراي المدري شنو. انا من هنا اصعد اركب سيارات بغداد وبالطريق انزل، بس احلفكم بهذا من ترجعون تمرون ولا تعتذرون، محلفكم بالحسين وابوه وجدته ما ترهم الا ترجعون، وترجعون اذا على غداء واذا على عشاء واذا على ريوق، لازم تمرون علي من ترجعون. وحلفهم. خلصنا زياره وتاخرنا فعلا. من رجعنا قالوا يابا ترى الرجال حلفنا. رجعنا لقيناه محضر الاكل وجامع قرابته وفوته ولد عمه عشيرته معه، بس ناس اكثر من المره اللي رحنا بيها اول مره. هاي واحده من الذكريات اللي اعتز بيها جدا، اللي باقيه بذاكرتي من ذاك الوقت. الحسين عليه السلام ما مختص بدين، هو مسلم وإمام للمسلمين، وهو ابن أمير المؤمنين وسبط الرسول الأعظم. لكن الحسين ما محصور بالمسلمين، ولا محصور داخل فضاء الإسلام بطائفة أو مذهب، ولا محصور داخل الطائفة والمذهب على فلان جهة أو فلان جهة. الحسين ملك للإنسانية، تراث إنساني ضخم. وهذا الاحتفاء بذكرى استشهاده لا يقتصر على المسلمين وعلى غير المسلمين وعلى المتدينين أو غير المتدينين، بل حتى من غير المتدينين، بل الملحدين غير المؤمنين يحتفون بذكرى
استشهاد أبو الأحرار، وانتم تسمعون تطلع بالشاشات بهاي الأيام فلان قال عن الحسين، غاندي قال عن الحسين، فلان قال عن الحسين. حسين جامعة كبرى لكل المحاسن والمآثر الإنسانية، خلقيا، اجتماعيا، عقائديا، ثباتا. دعونا نتمسك بالحسين تمسك بالأمل بمستقبل أفضل، بمستقبل زاهر، بمستقبل آمن لنا وللأجيال القادمة. وأودعناكم.